في تصريح للناقد الرياضي عمرو الدرديري على فيسبوك طلع بيقول والله لو شاركتوا في السوبر والمسرحية دي هيبقى تستاهلوا كل اللي بيحصل لكم واللي لسه هيحصل لكم، انسحبوا عادي من الاستثمار الرياضي في مصر. انتوا ملكوش لازمة. اقول لكم على حاجة، بيراميدز اتعمل عشان يكيد في الاهلي مش اكتر. انا بجد هموت واضحك على التصريح ده بالذات، وان هو طالع من ناقد رياضي زي الاستاذ عمرو الدرديري. ليه؟ عشان هو اكتر واحد كان دايما بيحفل على الاهلي بسبب لو كان حصل مثلا وان الاهلي تعادل مع بيراميدز او الاهلي خسر من بيراميدز في الاوائل خالص، فكان بالتالي كان بيطلع يقعد يحفل على جمهور الاهلي. دلوقتي اعترف بلسانه ان نادي بيراميدز اتعمل مخصوص عشان خاطر يكايد في النادي الاهلي. انت متخيل كمية الانتقاد اللي موجودة في التصريح ده؟ وكل ده ليه؟ عشان خاطر بيراميدز زحلق الزمالك من البطولة وراح مكان الزمالك. بس خلاص.